السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجع لكم فيديو جديد من هاي السلسلة، ومن دون ما نطول عليكم المقدمة ادعوا لأخواننا بفلسطين ونبلش بالفيديو اليوم. Welcome to SmackDown. Acknowledge me! You can't see me! Welcome to Raw. To party! I'm home. Welcome to WrestleMania! Peace. المصارع البراولة شيمس. مبدئيا يا جماعة الخير في تعليق عندي هون هلا بحط لكم اياه. التعليق هذا يا جماعة الخير بيقول لي انه شيمس هو كثير بحبه. مبدئيا انا والله العظيم ما انا حاب اخسر المتابع، واقسم بالله انه تعليقه كثير فرحني، وهذا التعليقات محفزة يعني، وانا مش حاب صراحة بهذا الفيديو اني افحج زيادة في الكلام عشان مبدئيا المتابع هذا وتعليقه كثير حلو. بس مبدئيا انا زي ما وعدتك راح اقول لك ايش الاسباب اللي راح تغير وجهة نظرك بشيمس. انا مبدئيا ما بختلف انه شيمس له حركات جدا جميلة وله حركات، ويعني اداء في الحلبة جدا حلو صراحة، خصوصا يعني اخر مباراة الاعتزالية تاعت ايدج اللي صارت بين شيمس وايدج كانت صراحة كثير قوية وكثير حلوة، ومباراة هاي انا صراحة كثير حبيتها. واداء شيمس انا بقول لكم بالحلبة داخل الحلبة اداؤه جدا عظيم. لكن بلش بالاسباب، وزي ما عودناكم 3 اسباب كالعادة. السبب الاول يا جماعة الخير، شيمس اداؤه في المايك جدا بخزي، يعني بنحط في سيناريوهات في المايك دائما بيطلع خسران فيها. روحوا شوفوا الاحصائيات في على موقع WWE Content، هذا الموقع بورجيك احصائيات جميع المصارعين في اداءاتهم سواء داخل الحلبة او في المايك. شيمس ماخذ اكثر من المصارعين اللي خسرانين في اداء المايك، يعني حرفيا ارتروث فايز باداءات المايك اكثر منه. هي اول نقطة، يعني اغلب اداءه شيمس بالمايك بتلاقيه بس بصرخ. بالنسبة للسبب الثاني، السيناريوهات اللي بيدخل فيها شيمس، يعني السيناريوهات اللي كانوا يحطوها فيها تافهة جدا. أول إشي لما دخل ضد مارك هنري، يعني على لقب مين اللي ضربته أقوى، ولما دخل ضد برضه كمان بيك شو على لقب مين اللي ضربته أقوى. هاي مبدئيا يا جماعة الخير سيناريوهات تافهة ما لها علاقة بالدبليو دبليو، كانت تحرج أصلا مارك هنري وبيك شو، وأحرجت كثير شيمس. مبارياته كان الاغلب فيها احراج له، يعني شيمس كانوا حاطينه واجهه في الدبليو دبليو اي بعد ما فاز على رومان رينز، وهذا الاشي كان جدا مرفوض، انه اصلا كانوا يحطوه بسيناريوهات تهينه شخصيا، كان ينهان بهاي السيناريوهات، فروحوا يحطوه واجهه. هاي من اكثر الاسباب اللي بتخليك كمان تكرهه، لانه اصلا كان يعني شخص مكروه مش محبوب جدا يعني، بس الناس اغلبها كانت تحبه بس عشان الفينش تاعته. هذا هو كثير كرهتنا بشيمس، هاي من احد الاسباب كمان. وبالنسبة للسبب الثالث والأخير، شيمس مصارع يعني مش ثابت على شخصية، كل شوي عنده كثير خلافات مع الشركة، كل شوي بده يضل يغير شخصية، يعني مرة بتلاقيه بشعر طويل، مرة بتلاقيه بشعر قصير، مرة بتلاقيه بيعمل لك قصات غريبة، مرة بقول لك بدي أدخل مع هذا الفريق، مرة بقول لك بديش هذا، مرة بقول لك هيك، يعني بحب زي بوبي لاشلي يمشي على الطور راسه، بحب يمشي الشركة على راسه. هذه أشياء بتخليك تكرهه، لأنه بده بس جشع لإله، والسيناريوهات فقط تيجي لإله هو شخصيا. ولهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا إذا عجبكم اعملوا لايك واشتراك، ويعطيكم ألف عافية، جد ما قصرتوا انتوا على التعب اللي بتتعبوه معانا. بس مبدئيا يا جماعة الخير أنا حاب أحكي لكم أضيف شغلة، شو رأيكم بالإنترو؟ هذا مبدئيا يا جماعة ردينا على هذا التعليق اللي ظاهر قدامكم، هذا التعليق كالآتي، صار قلنا إنه اعملوا إنترو لكل إشي. هلا الفيديوهات العشوائية يعني المتعلقة بمشوار المصارع مثلا من الحكي باقي السلاسل راح يكون لها هذا الإنترو الخاص فيها، والرو والسماك داون لهم إنترو ترقبوا تشوفوه. هذا هو مبدئيا يعني القرار النهائي اللي راح نستقر عليه. قلنا لكم كل ما نوصل متابعين اكثر، كل ما تشوفوا تغييرات احلى بالقناه وراح تعجبكم اكثر، وفي اشياء كثيره. مبدئيا طلعت الكومنتات هاي راح تصير كل فيديو زي مثلا طلع لنا كومنت. يعطيكم العافيه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. I don't know what you want. Let's have a bit of fun.